السلام عليكم. اهلا بيكم. وصفة النهاردة هنعمل مع بعض التوم البودرة. هيغنيكي عن شراء التوم البودرة الجاهز. هتبقى معاكي موجودة توم بودرة جاهز عاملاه انتي بايديك الحلوين. هيقعد معاكي مش اقل من 6 اشهر. وصفة معتمدة عندي، جميلة جدا بإذن الله. مش هتشتريه من بره تاني، من ريحته القوية الجميلة وطعمه المميز. حاجة كده خطيرة. كفاية انك عاملاه في البيت بدون مادة حافظة، بدون اي مادة صناعية. طبعا كلنا عندنا التوم بيجي على شهر 4 وبيبدأ يفضى. احنا بناخد التوم القديم ده ونقطعه شرايح، او افرميه في الكبة نص فرمة، لانه كده كده مش هينزل مية. هو يعتبر ناشف، غير اللي احنا بنشتريه في شهر 4 بيبقى طازة وكله مية. تمام يا حبايبي، احنا هنا فرمناه نص فرمة في الكبة. فرمة خشنة، هو مش لازم يعني، حتى لو فرمتيه ناعم برضو مش هيبقى فيه مية زي الجديد. بننزله في صينية بنفرده. اهم حاجة افرديه في الصواني. لو عندك كمية اكبر من كده لازم يكون رق واحد، ما يبقاش فوق بعضه. صينية مش مدهونة اي حاجة. وندخله الفرن على درجة حرارة هادية، وعلى فترات قلبيه لغاية ما ياخد درجة اللون الحلوة دي. اهم حاجة تسمعي صوت القرمشة وتسيبيه يبرد خالص، وبعدين اطحنيه وخدي احلى بودرة توم من ايديك الحلوين. ده بيكون اقوى بكتير في الريحة والطعم من العروق بتاعت التوم الجديد او القشور بتاعت التوم الجديد. ده بيكون قوي جدا. بسم الله ما شاء الله. يعني ربع معلقة بمقام معلقة من اللي انت بتشتريه من السوبر ماركت او من عند العطار. ده بيكون يا بنات قوي جدا. اتمنى تجربوه بنفس الطريقة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل جديد. استنوني يا حبايبي في وصفات كتير حلوة قوي ومميزة. في حفظ الله يا حبايب قلبي. السلام عليكم.